الأعزاء محبي زراعة الأسطح ومحبي الحدائق المنزلية والزراعة بصورة عامة، تحية طيبة لكم من قناتكم على اليوتيوب قناة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة، وصفحتكم على الفيسبوك صفحة زراعة صفحة الأسطح فن وجمال ومتعة. الأخوة الذين لم يشتركوا في القناة الرجاء الاشتراك في القناة لتشجيعنا الاستمرار وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وإعطاء لايك للفيديو ليصل أكبر عدد من أصدقائكم. اليوم درجة الحرارة 46 درجة مئوية، وأنا الآن في الصباح الباكر. مثل ما تشوفون الشمس أدت إلى حرق الكثير من نباتاتي، مع العلم أني واضح هذا القماش الأخضر أو التور الأخضر لحمايتها، وكذلك أقوم بسقيها في الليل وفي الصباح، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى أنه درجة الحرارة تكون عالية جدا. ومن النباتات التي احترقت هذا نبات اللوبيا، هذا مثل ما تشوفون هذا نبات اللوبيا، هذا قسم من عنده احترق، وقسم هذه أوراقه بدأت بالاحتراق، هذا مثل ما تشوفون أخواني. هذا والله يعني بصراحة يعني أنقر من أشوف هذه الأوراق تحترق. أيضا من النباتات التي احترقت وأحرقتها حرارة الشمس الفلفل، هذا الفلفل شوفوا أخوان، مع العلم أنه مكان يعني مظللة أني، وهاي مع ذلك الشمس قامت بحرقه. أخواني هذا أيضا هذا نبات الخيار، هذا خيار الماء أيضا، هذا شوفوا أخواني هاي مع الأسف أيضا بدأ بالاحتراق. هذا عندنا هذا متسلق الليف، هذا شوفوا أخواني هذا متسلق الليف، هذا باشون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا هذا محترق، هذا مثل ما تشوفونه نبات الليف المتسلق محترق. أيضا عندنا هنا أيضا هذا نبات الحرنكش، هذا مع العلم أنه يتحمل الحرارة القوية لكن حرارة الشمس لا تطاق، هاي أيضا بدأ بالاحتراق. هذا أيضا هنا عندنا هذا هنا نبات البطيخ، هنا أيضا هذا شوفوا أخوان، هذا شوفوا شلون محترق، هذا محترق. لكن هناك بعض النباتات التي تتحمل الحرارة، وهي هذه شجرة السيسبان، هذه أيضا تتحمل الحرارة، هاي تتحمل حرارة الصيف، هاي أنا زارح عن تجربة، هاي تتحمل حرارة الشين. الصبار بكل أنواعه، هذا الصبار الشوكي أيضا يتحمل الحرارة، هذا تشوفونه الصبار التين الشوكي، هذا تشوفونه أخواني يتحمل الحرارة وما تأثر به درجة الحرارة. هاي شجرة الرمان درجة تأثيرها قليل جدا بحرارة الشمس. عندنا هنا ورد الصباح، هذا نبات ورد الصباح، هذا أخوان شوفوه يعني يحب الشمس، والشمس الحارة ودرجة الحرارة العالية تفيده جدا ويسير، وأوراقه تبدأ بالاخضرار الشديد. شوف شلون اخواني هذا ورد الصباح شلون مرتاح على الشمس الحارة. عندنا من النباتات الأخرى التي تتحمل نبات البربين، هذا نبات البربين مثل ما تشوفون اخواني، هذا نبات البربين أيضا نبات مفيد وصحي، أيضا يتحمل درجة حرارة الشمس العالية. الأخوة اللي يريدون يزرعون سطوحهم أو حدائقهم ودرجة حرارة قوية يزرعون البربين، ويتحمل كافة درجات الحرارة، وبأي تربة يزرع، يعني سواء التربة الطينية أو الرملية أو مزيج من التربة أو البتموس، فهو يعيش في كل الظروف. أيضا من النباتات التي تتحمل حرارة الشمس بنسبة معينة هو نبات البامية، مثل ما تشوفون نبات البامية صحيح أوراقه يعني متحطلة لكن هو يتحمل حرارة الشمس. أيضا إحنا مثل ما قلنا نبات الصبار، هذا الصبار الشوكي، صبار التين الشوكي أيضا يتحمل درجة الحرارة. هنا عندنا الجهنمية، هنا أيضا تتحمل درجة الحرارة العالية، شوفوا أخواني الجهنمية، وكذلك متسلق اللبلاب أيضا يتحمل درجة الحرارة بنسب معينة. مثل ما تشوفون أخواني هاي حديقتي على سطح المنزل،
وهذا ما يمنعني لا يكون دافع عندي انه اجد الطرق لحماية نباتاتي من حرارة الشمس. وتحية طيبة لكم من قناتكم على اليوتيوب، قناة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة، وصفحتكم على الفيسبوك صفحة زراعة الأسطح فن وجمال ومتعة.